احضروا قلوبكم وتدبروا دعواتكم وأنزلوا بالرب الكريم العظيم حاجاتكم. ألحوا على الله وألظوا بياد الجلال والإكرام. وفي أحوال الأمة المتقلبة وواقعها المؤلم، ومع كل حزن أو مصاب على فرد أو جماعة، فقد جعلت تلك النفحات الربانية في دهر الناس لتحويلها من هم إلى فرج، ومن ضيق إلى سعة، ومن محنة إلى منحة. والواجب أن يتعرض لها المكروبون والمهمومون والمقهورون والمستضعفون في الأرض، فإن الرب العظيم قادر مقتدر ظاهر عزيز قهار، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لا يعجزه مكر الماكرين ولا كيد الكائدين، بل هو فعال لما يريد. أمره بين الكاف والنون سبحانه وبحمده. وإن صوت عبد مؤمن تقي نقي يدعو ربه في ذلة وخشوع ورجاء وخوف له أحب إلى الباري مما سواه. فإذا كان المنان يقبل العاصين المفرطين فرحا بتوبتهم، فما تظن أنه فاعل مع العبد الأواه المنيب. فما أحوجنا في كل وقت، وفي هذا الوقت خاصة، إلى الدعاء. كثرت الفتن واشتدت عقد الحياة وضاقت معايش الناس وتواترت المصائب الخاصة والعامة، ولا ينجي الإنسان إلا رجوعه إلى ربه ودعاؤه وابتهاله واليقين بأن الفرج من عنده. يا أيها الصائمون، الدعاء، فأنتم في زمن يتفضل الله تعالى فيه على عباده الصالحين ويكرم فيه الصائمين المخلصين. هذا هو شهر الدعاء ووقت إنزال الحاجات بالكريم الرحيم. فادعوا الله لأنفسكم ولأهليكم، ادعوا لوالديكم ولذرياتكم، ادعوا لولاة أمركم ولمن يدافعون عنكم على ثغور بلادكم. حق عليكم أن تدعوا لهم وأن تضج المساجد بالدعاء لهم.